السلام عليكم يا اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. بزاف ديال التلاميذ كيصيفطوا ليا دي ميساج كيقول لك استاذ راه كنخدم مزيان في الفلسفه، يعني كنجاوب كنعمر الورقه كندير مقدمه وعرض وخاتمه، لكن ما كنجيبش النقطه. شنو السبب ما كيخلينيش نجيب النقطه؟ دوك هادشي اللي غنوضحوا لكم ان شاء الله في هذا الفيديو. راه كاينين شي امور اللي ما كتعرفوهاش نتوما هي اللي كتخرج عليكم باش ما كتجيبوش النقطه في ماده الفلسفه. صافي يا اخوان، دوك خليونا لايك لهاد الفيديو هذا باش يستافدوا منه الاصدقاء ديالكم. اللي اول مره كيشوف القناه ينزل تحت منها يلقى واحد البوطون مكتوب فيها اشتراك، يضغط عليها ويفعل واحد الزر ديال الجرس. هاد الزر هذا هو اللي كيخليه ان فوا كنلوح فيديو راه كيوصلو هو الاول. دوك كنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. بالنسبه يا اخوان، من بين الاسباب اللي ما كيخليوش التلميذ يجيب واحد النقطه مزيانه واخا كيعمر الورقه ديالو، هو اول حاجه فاش كيبدا بالمقدمه ديالو. واش هاد المقدمه هادي بدع فيها ولا غير نقلها من الانترنت؟ لان دوك المقدمات الكلاسيكيه اللي كيبداو بيندرج هذا النص او يتاثر هذا النص او مما لا شك فيه، هاد المقدمات راه كاملين كتشوفهم في الانترنت. بحال هادشي راه ما خدامش. ضروري خصك دير واحد التمهيد مناسب للمقدمه ديالك. عاد ديك الساعه كدير التاطير وكتقول يتاثر هذا النص، ماشي تبدا بها نيشان، راه ما مقبولاش. راه كاينين شي اساتذه كيشوفوها راه كيعطيوك صفر مقدمه. دوك حاولوا تجنبوها. كذلك تجنبوا المنهجيات الجاهزه اللي كتلقاو في الانترنت، اللي كتلقاو فيهم املاء الفراغ، يعني كتلقاو واحد المنهجيه وحاطين لكم النقط باش كتعمروهم. راه هذيك راه ما خداماش لكم. في الامتحان الوطني علاش كنهضر؟ الفروض يقدر يقبلها لك الاستاذ، ولكن الامتحان الوطني راه ما خداماش لك. دونك انت حاول تبدع وكتب بالاسلوب ديالك واحترم غير الخطوات ديال المنهجيه، وان شاء الله راه تجيب واحد النقطه مزيانه. ثالث حاجه هي وضوح الخط وتنظيم الورقه. لا ما عندكش يا اخوان واحد الخط واضح، راه ما غاديش الاستاذ يفهم الخط ديالك وبالتالي ما غاديش يصح لك مزيان. راه الخط هو اهم حاجه. واخا تكون عمرتي الورقه ديالك والاستاذ ما فهمش الخط ديالك، راه بطبيعه الحال راه ما يكونش تصحيح مزيان. صافي. حاجه اخرى هي طرح ثلاثه الاسئله في المقدمه. باش يكون عندك داكشي مزيان حاول تطرح لي ثلاثه الاسئله. السؤال الاول كيكون عام، والسؤال الثاني كيكون موجه للفيلسوف المؤيد. بمعنى فاش كنعطيو الموقف ديال الفيلسوف المؤيد راه كيجاوب لينا على داك السؤال الثاني. والسؤال الثالث كيكون موجه للفيلسوف المعارض. صافي يا اخوان. حاجه اخرى هي توظيف امثله عديده وبراهين. بمعنى مثلا كنتي خدام في منهجيه القوله والسؤال، راه ضروري تعطي مجموعه من الامثله والبراهين اللي كيحاولوا يدافعوا على الاطروحه ديالك. صافي. دونك بهاد الحجج وبهاد البراهين وهاد الامثله راه كتقنع داك الاستاذ اللي غادي يصح لك الورقه. حاجه اخرى هي المواقف ضروري يا اخوان يكونوا على الاقل ثلاثه المواقف. جوج المواقف فلسفيه راه ما كافينش. صافي. حاجه اخرى هي تماسك العرض والمناقشه. بمعنى هاد العرض والمناقشه خصهم يكونوا منسجمين مع بعضياتهم. ماشي انت مثلا تمشي تكتب ليا واحد 8 سطور في التحليل وتمشي للمناقشه مثلا تكتب ليا واحد 15 سطر. لا، خصهم يكونوا تقريبا بحال بحال، 10 مثلا في التحليل و10 في المناقشه، يكونوا منسجمين مع بعضياتهم. حاجه اخرى هي تعليل وجهات النظر. بمعنى فاش تعطي واحد الراي الشخصي ديالك في الخاتمه، حاول تعطي التعليل ديالو، تقول علاش عطيتي داك الراي ديالك، وحاول تجنب انك تكون متفق مع شي فيلسوف. دائما كن محايد، ما تتفق مع حتى شي فيلسوف. صافي. قول الراي ديالك بدون ما تقول مثلا كنتفق مع ديكارت ولا جون ولا شوبنهاور. هادشي ما غادي يفيدك بوالو. اعطي وجهة نظر وكن محايد، ما تتفق مع حتى شي واحد فيهم. صافي يا اخوان. دونك هادشي اللي كاين. اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يخلي ليا في التعليقات، وما تنساوش لايك